العالم العربي وإفريقيا في تصنيف جديد من موقع تست أطلس العالمي. صدارة لم تأتي من فراغ، بل جاءت نتيجة تنوع لافت في الأطباق والمذاقات يعكس عمق الهوية الثقافية لهذا البلد. هنا بمطعم باب عزون التقليدي بالعاصمة تقدم أشهى الأطباق. شفت غياب وطول وطالع ليا، شفت ورحمة سول وسمح فيها، شفت النار الحمراء دايرة. من التقاليد المغربية الأصيلة في الضيافة غسل أيدي الضيوف قبل الشروع في الأكل بواسطة الطاس والدو أو الطاس والبريق، وهو اتيكيت سلطاني عريق في الضيافة والولائم، ورد ذكره في مأدبة السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي، أحد أعظم سلاطين المغرب في قصر البديع بمراكش منذ القرن ال17 ميلادي. فقد ذكرت الطوس والأباريق في مأدبة السلطان السعدي في كتاب نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي لمؤرخ الدولة السعدية محمد الصغير الأفراني في القرن ال17 ميلادي، وفي كتاب النفحة المسكية للمؤرخ علي بن محمد تمكروتي. بعد وصف عادات الجلوس والأواني والخدم، يقول الكاتب: وأتى بالطوس والأباريق وصب الماء على أيدي الناس، ونصبت مباخر العنبر والعود، وأبرست صحائف الفضة والذهب وأغصان الريحان الغض، فرش بها من ماء الورد والزهر ما بقي منه من الأثر. ولا زالت عادة تقديم الطاس والشلال قائمة في مجتمعنا المغربي ليومنا هذا، فحاضرنا ما هو إلا امتداد لماضي أجدادنا، ولنا كل الفخر بما تركوه لنا من عادات راقية وجميلة. شفت غياب وطول وطالع ليا، شفت ورحمة سول وسمح فيها، شفت النار الحمراء دايرة. من التقاليد المغربية الأصيلة في الضيافة غسل أيدي الضيوف قبل الشروع في الأكل بواسطة الطاس والدو أو الطاس والبريق، وهو اتيكيت سلطاني عريق في الضيافة والولائم، ورد ذكره في مأدبة السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي، أحد أعظم سلاطين المغرب في قصر البديع بمراكش منذ القرن ال17 ميلادي. فقد ذكرت الطوس والأباريق في مأدبة السلطان السعدي في كتاب نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي لمؤرخ الدولة السعدية محمد الصغير الأفراني في القرن ال17 ميلادي، وفي كتاب النفحة المسكية للمؤرخ علي بن محمد تمكروتي. بعد وصف عادات الجلوس والأواني والخدم، يقول الكاتب: وأتى بالطوس والأباريق وصب الماء على أيدي الناس، ونصبت مباخر العنبر والعود، وأبرست صحائف الفضة والذهب وأغصان الريحان الغض، فرش بها من ماء الورد والزهر ما بقي منه من الأثر. ولا زالت عادة تقديم الطاس والشلال قائمة في مجتمعنا المغربي ليومنا هذا، فحاضرنا ما هو إلا امتداد لماضي أجدادنا، ولنا كل الفخر بما تركوه لنا من عادات راقية وجميلة.